السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو بتشوفوني لأول مرة انا شيماء. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة لذيذة جدا ومميزة جدا جدا ان شاء الله هتعجبكم. هنعمل مع بعض بانكيك بالتفاح والقرفة. حقيقي وصفة لذيذة ومميزة جدا وريحتها بجد تجنن وطعمها خطير بجد. انا متأكدة انكم ان شاء الله لما تشوفوا قد ايه وصفة سهلة وبسيطة هتقوموا تعملوها حالا. بس ما تنسوش قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. هنبدأ مع بعض الفيديو. اول حاجة معايا زي ما انتم شايفين المكونات اللي هستخدمها. زي ما انتم شايفين معايا هنا كوبايتين دقيق، ومعايا هنا كوب ونص لبن، معايا كمان واحدة حبة بيض وتفاحة، وكمان معلقتين كبار زبدة، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقتين قرفة، وكمان معايا تلت كوب سكر، ومعايا طبعا فانيليا. هنبدأ مع بعض. اول خطوة معايا زي ما انتم شايفين هبدأ اكسر البيضة في البولة اللي انا هستخدمها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هبدأ اضيف عليها معلقة صغيرة قرفة، معلقة صغيرة فانيليا، وهضيف السكر، وهبدأ اخلطهم مع بعض. كمان هضيف الزبدة الزايبة، زبدة مدوباها، وهبدأ اخلطهم كويس اوي بالمضرب زي ما انتم شايفين لحد ما اللون يبقى فاتح معانا وقوام ياخد قوام كريمي. نحاول بقدر الامكان ادوب السكر، يعني كل ما نتعب شوية نرجع تاني نريح شوية ونرجع نخفقها تاني. مهم جدا ان احنا نخفقها بالطريقة دي. زي ما انتم شايفين بدأت اللون بتاعها يفتح والسكر بدأ يدوب معانا. بعد كده هبدأ اضيف اللبن. هضيف كوباية ونص لبن، وهقلب كويس قوي، هخلطهم كويس قوي زي ما انتم شايفين بالمضرب، وممكن طبعا نستخدم المضرب الكهربائي. هبدأ بعد كده اضيف الدقيق، كوبايتين دقيق، وهضيف البيكنج باودر، وهخلط بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هقلب لحد ما يبقاش فيه معايا اي حبيبات من الدقيق او اي كلاكيع من الدقيق في الكيكه بتاعتي في البانكيك. القوام شايفين القوام ناعم جدا زي ما انتم شايفين، هو ده القوام المطلوب. دلوقتي عندي هنا التفاحه انا قشرتها طبعا وبشرتها زي ما انتم شايفين، وهضيف كمان معلقتين قرفه، وهبدا اقلب. مش هينفع طبعا بالمضرب، هنقلب بالمعلقه. هخلطهم كويس قوي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هي الوصفه دي حلوه جدا جدا وبسيطه كمان وسهله ومش بتاخد وقت، وكمان طعمها حقيقي خطير. هتعجبكم جدا جدا، وخصوصا الناس اللي بتحب القرفه زي كده هتعجبهم قوي، خصوصا طعم التفاح مع القرفه طعمه وريحه ونكهه بجد حقيقي خطير. هتعجبكم جدا الوصفه بتاعتنا. شايفين هو ده القوام المطلوب. دلوقتي ابدا احط الطاسه على النار زي ما انتم شايفين. هستنى لحد ما تبدا تسخن معايا. النار طبعا تكون متوسطه هاديه شويه، يعني مش متوسطه قوي، تكون هاديه علشان البانكيك ما تاخدش مننا وقت كتير برضو. وهبدا افرد معلقه بالشكل ده زي ما انتم شايفين. بدات بتستوي معانا، تبدا تعمل فقاقيع وثقوب بالشكل ده، ده معناها انها بتستوي. شوف اللون بتاعها اخدت لون من تحت، شايفين كل ما السطح بتاعها بيزيد فيه فقاقيع يبقى هي كده استوت معانا. شايفين اخدت لون جميل جدا. نقلبها على الجنب التاني تاخد لون. وهرجع اعمل واحدة تانية بنفس الطريقة. طبعا هي شكلها مش منتظم علشان طبعا قطع التفاح الموجودة فيها خلي شكلها مش منتظم شوية، بس حقيقي طعمها وريحتها خطيرة جدا.
وهنكمل بنفس الطريقة دي زي ما انتم شايفين. تاخد حقيقي لون حلو جدا. لو حابين نفتح اللون شوية او نغمقه حسب رغبتنا، بس انا حابة اللون بيبقى بالشكل ده. فردتها بنفس الطريقة، هي معلقة واحدة علشان ما تبقاش كمان تخينة قوي وتبقى مستوية كويس. افرد معلقة واحدة كبيرة زي ما انتم شايفين، او نص كوب. بنفس الطريقة دي شايفين حتى قطع التفاح بارزة خالص ازاي، القطع المبشورة، عشان كده شكلها مش منتظم زي البانكيك العادية. بس حقيقي حلوة جدا وحقيقي طعمها حلو جدا، هتعجبكم قوي. وهكمل كل الكمية الموجودة معايا بنفس الطريقة. لو حسينا ان هي اخدت لون او بتاخد لون قبل ما تستوي كويس، ممكن نهدي عليها النار، علشان احنا مهم جدا انها تبقى مستوية كويس كمان من جوه، مش بس تاخد لون. شايفين شكلها بدأ يستوي من فوق. كل ما يبقى فيها ثقوب دي بالشكل ده معنى كده انها استوت. واقلبها على الوجه التاني، اخيط لون زي ما انتم شايفين. هي وصفة لذيذة جدا جدا هتعجبكم. وهنخلص كل الكمية بنفس الطريقة زي ما انتم شايفين. ودي الكمية اللي عملتها من كوبايتين دقيق. حقيقي وصفة حقيقي طعمها حلو جدا وريحتها حلوة قوي قوي بجد. جربوها هتعجبكم جدا، انا متأكدة انها هتعجبكم. ودي كانت وصفتنا النهاردة، جربوها ويا رب تعجبكم، ومستنية تعليقاتكم. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا، ونشوفكم الفيديو الجاي.